اول حاجه عايزه اقول كل سنه وانتم طيبين. يا رب السنه دي تبقى سنه حلوه وجميله عليكم وتحققوا كل اللي نفسكم فيه. يمكن السنه دي بالنسبه لي مش اكتر سنه في الانتاج، لكن انا اتعلمت منها حاجات كتير وجربت خيوط جديده، ودي الحاجات اللي انا قدرت اعملها السنه دي. فيلا بينا نشوف الفيديو. اول حاجه عملتها كانت في شهر يناير، اللكلوك ده او السليبر زي ما تسموه يعني، بس احنا عندنا بنقول عليه لكلوك. كانت الخطه ان انا اعمل فيه كده زي بوت كده بسيط طالع منه واحط فيه وردة وشغل وحركات، بس لما لقيت شكله كده وهو بسيط احسن. وكمان عشان انا قناتي مخصصة للمبتدئين، فلو مثلا واحدة مبتدئة او مبتدئ حب يشوف يعمل لكلوك، فده ابسط طريقة لكلوك ممكن تشوفوها وشرحتها على القناة. واي حاجة انا هحطها هنا بكون شرحتها في القناة. ودي ميدالية على شكل نجمة وقمر، كنا ساعتها في رمضان وحبيت اعمل زي توزيعات كده. وحبيت بقى اعمل شكل النجمة. بصوا كنت بوريكم هنا الطريقة بالخيط، برسم العين هنا، كانت طريقتها سهلة ما خدتش مني وقت خالص يعني. بعد ما عملت النجمة وحشيتها بقى قطن، او انا كنت ساعتها حشيتها بخيوط عندي قديمة. يعني لو مثلا انتوا الخيوط اللي بتعملوها ومش بتلاقوا لها مكان، اوعوا ترموها، دي ممكن تستخدموها لو ما عندكمش قطن. حشيتها بقى خيوط قديمة عندي وبدأت بقى ايه اخيطها في بعض وعملت الشكل العين. وهنا كنت بزين القمر بقى، بحط له كده زي احمر في خده في القمر، وكمان في النجمة جبت اي بلاشر عندي كده ورحت قعدت ازينهم بالفرشة. وده شكلهم بقى في النهاية، شكلهم عسول خالص. ده بقى فطر او حامل اكسسوارات او شكل زينة عامة. كانت في واحدة من المتابعين عندي على تيك توك اقترحت عليا الفكرة دي وحبيتها بصراحة وعملتها. بعد ما عملت الجزء الاخضر اللي تحت اللي عامل زي الشجرة، عملت بقى الجزء الابيض ومن فوق بقى الشكل الاحمر، واخر لمسة اللي هي النقط البيضة دي اللي عاملة شبه الفراولة. دي كانت ارخم حتة بالنسبة لي يعني. اي حاجة ملهاش علاقة بالكروشيه في الخياطة عامة مش محببة ليا يعني. انا بقى ساعتها لما عملته ما كنتش عارفه اعمل بيه ايه، يعني كنت مفكره ان انا هحطه زينه كده وخلاص، بس بعدين قلت ايه احط فيه الاكسسوارز اللي موجوده عندي بدل ما الدنيا تايهه وملخبطه كده، وبالمره كمان احط الدبابيس من فوق كده زي ما انتوا شايفين. نيجي لاكتر قطعه كنت خايفه اعملها واتعلمت كل الكروشيه ده عشان اعملها، بس لكن اكتشفت انها من اسهل القطع وكانت بس محتاجه شويه صبر ووقت. وهو اصلا اخد مني اسبوعين بس، لكن هو علمني حاجتين: اوعوا ترهقوا ايدكوا وتبقوا عايزين تخلصوا عشان الديدلاين اللي في دماغكوا، لا انا عايزه اخلص في الوقت ده فانا هجهد ايدي، وبالتالي ايدكوا تتعب وتضطروا اصلا تعالجوها وتخسروا كل حاجه. فلا، اشتغلوا بشغل هادي وواحده واحده كده على نفسكوا، ومفيش اي مشكله لو ما خلصتوش في الوقت اللي انتوا عايزينه. يكفي ان انتوا بتحاولوا ان انتوا تجربوا حاجات جديده، وخليكوا فخورين بنفسكوا بأدنى الإنجازات اللي بتعملوها. النصيحة التانية بقى، هي بنات كتير بتقولي أنا عايزة أعمل جاكيت. أسألها مثلا انتي ايه بقالك كتير يعني في الكروشيه؟ تقولي لا أنا لسه بتعلم الغرز وعايزة تعمل جاكيت. فلا، أنا منصحكيش أبدا انك انتي تعملي جاكيت، هيبان لك انه صعب عشان انتي لسه في الأول، إنما لو بقالك كتير فلا، أنا أنصحك وبشدة انك انتي تشتغليه. وطبعا مش محتاجه اقول لكم ان انا شرحته في القناه، هحطه لكم في البايو ايه، لا في الديسكريبشن بوكس، نسيت ان انا في اليوتيوب. بعد كده طلع ترند مفرش الورد او بطانيه الورد، عملت منه المفرش، جبت خيط ابيض واخضر واحمر وقعدت اعملها، وده شكلها كان في النهايه حاجه كده لذيذه وسهله وتنفع للمبتدئين ان هم يجربوا يبداوا يعملوها. كنت نفسي اعمل ورد بالكروشيه، ودي كانت اول وردة عملتها. طبعا الفيديو اللي فات ده كان محطوط بالغلط، بس انا مرضتش اشيله يعني. قلت اخليه فيديو قصير كده لطيف، كنت منزلاه على تيك توك. بعد ما عملت الوردة قلت لا، ما اعمل كمان وردة يبقى بالمرة بوكيه، وده كان شكل وردة عباد الشمس اللي انا عملتها وحطيتها في البوكيه. من الحاجات اللي انا كنت نفسي اجربها ان انا اعمل دبدوب بالكروشيه، كمان استخدم معاه خيط القطيفة. كنت ممكن استخدم اي خيط تاني عادي، صوف او قطن لكن انا حبيت اجرب القطيفة اشوف ايه دنيته يعني. استخدمت خيط اسمه انكرة.
مش عارفة والله، بس هو مش هجرب تاني التجربة دي. لكن الدبدوب كان كويس، مشكلتي بس كانت مع الخيط انه كان مكنتش عارفة اشوف الغرزة عاملة ازاي. دي بقى كانت مقلمة، كانت اوردر مطلوبة مني يعني، واول اوردر في حياتي. كنت ناوية ان انا اشرح لكم الطريقة وكده وبوريكم بصوا انا طلعت بالقسطر وبصوا عملت الحروف ازاي، لكن اللي حصل ان انا اتزنقت في الاخر وما عرفتش اصور لكم حاجة خالص. فده كان فيديو بسيط كده انا عملت ايه بالظبط يعني. استخدمت لها خيط المكرمية القطن وكانت اول مرة اجربها. وهنا بعد ما خلصتها وركبت فيها كمان سوستة بنفس اللون، وعملت من ورا وقدام الحروف اللي كانت مطلوبة مني يعني الاسم بس، يعني ده شكلها في النهاية. الأوضة عندي كانت في جزء منها فاضي، فحبيت أعمل حاجة بالكروشيه كده بما إني بعرف أعمل كروشيه، قلت أزينها وعملت ورد كده ورحت علقته، وكانت ألطف حاجة عملتها في الأوضة يعني. وهنا كنت بوريكوا قبل وبعد. انتوا طبعا ملاحظين ان انا كل مره بقول اول مره اجرب، اول مره اعمل، لان انا كنت محدده كل شهر اجرب فعلا حاجه جديده في الكروشيه. والمره دي كانت شنطه الكنفه، كان شهر 8 قلت اعمل هديه لعيد ميلادي يعني، فقلت اجرب اعمل الشنطه دي بخيط السلسله. الشنطه كانت سهله جدا، بس كانت المعضله بالنسبه لي ان انا اصلا ادخل الخيط في الابره، فكنت بقول مثلا اعملها بالولاعه، اسيح طرفه وبعدين احطه في الابره، بس ما كانتش بتنفع. جربت طريقه ان انا بنسل الخيط كده واروح اعمل عقده واتحلت المشكله يعني واتعملت عادي. ده كان شكل الشنطه برضو في الاخر. شهر 9 وكان بيصادف اخره اليوم الوطني السعودي، حبيت اعمل اسورة سهلة كده بمناسبة اليوم ده. عملت خيطين مع بعض طريقتها اسهل ما يكون يعني، وعملت سلاسل وارتفعت بيها كده لحد ما شفت مقاسي قد ايه، وبعدين في الاخر عملت ربطت في الاخر بمنزلقة وبس يعني، رحت قطعت الخيط. وده كان شكلها في النهاية. لا انا بس هنا كنت مفعلة وضع البوكس عشان لو حد ضايق. بعد كده عملت مربعات جروني عشان عايزة اعمل بلوزة. جمعت كده 9 مربعات من قدام ومن ورا وحطيتهم كده جنب بعض عشان في الاخر هشبكهم. كنت هنا بشرح لكم ان انا يعني بخيطهم من الخط ده كده من الجانب ده، وبعدين من فوق برضو بنخيطهم بنشبكهم ببعض بالطول برضو نفس الطريقة. فالطريقة بتاعت البلوزة دي كاملة في القناة، شرح كل حاجة بالتفصيل لو حبيتوا تشوفوا الطريقة. اخر بقى حاجة عملتها كانت سكارف ميكاسة اللي كان طالع ترند الفترة الأخيرة. أخد معايا 3 أيام، واستخدمت معاه بقرة واحدة من الصوف، قضت معايا بالشراشيب وكله، وكان أسهل الحاجات اللي أنا عملتها وما خدتش وقت خالص. انتوا طبعا لو حابين تعملوا بالطول اللي انتوا عايزينه بالعرض اللي انتوا عايزينه، بس أنا كان الطول ده مناسب معايا يعني. وهنا كنت قاعدة بوريكم شكل الغرزة عشان كان شكلها عاجبني. يمكن مش حاجات كتيرة اللي عملتها السنة دي، لكن مبسوطة بكل حاجة أنا اتعلمتها جديدة، وإن أنا يعني ما استسلمتش لفقدان الشغف اللي كان عندي، واللي جاي أحسن بإذن الله. متنسوش تعملوا لايك وكومنت سبسكرايب للقناة، وكل سنة وانتوا طيبين.